تعال نروح للدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق. دكتور عماد أهلا بحضرتك معانا على الطريق الرئيسي. اهلا بيك دكتور عماد. هو كشخصيه برضو من الشخصيات العامه، انا ما اعتقدش انه عماد ابو غازي يعني هتلاقيه مهتم قوي بلقب وزير الثقافه الاسبق، لانه هو راجل يعني وزير الثقافه كان لفتره، وهو لما لقى انه الجو مش عاجبه فخد بعضه ومشي. فاكيد انا بتكلم صح ولا صح. بتكلم غلط؟ صح. طيب سمعت الكلام اللي كنا بنقوله عن المجتمع المدني في مصر، اللي هو مش المجتمع المدني، مش يعني المجتمع المدني، لا انا اقصد القوى السياسيه او التيار المدني في مصر، تيار الدوله المدنيه يعني. ألا يستحق مننا ان احنا احيانا كشعب نشعر بانه يعني خيبتنا تقيلة قوي فيه، ولا دي نوع من انواع المبالغة؟ دايما بيبقى بنحس بالخيبة الامل في هذا يعني هذه القوى السياسية في الاوقات الحاسمة وفي المنحنيات التاريخية المهمة على طريقنا. بص، تقدر تبص للموضوع من زاويتين الحقيقة. يعني اولا طبعا في احباط نتيجة لأن المنافسة في الجولة النهائية لانتخابات الرئاسة كانت بين مرشحين، أحدهم يمثل تيارات الإسلام السياسي والآخر ينتمي إلى يعني بمعنى ما النظام القديم إلى بقدر كبير، والمؤسسة العسكرية أيضا. فهو بعيد عن أحلام طبعا، مش يعني فكرة إنه مش أي منتمي للمؤسسة العسكرية هو مش عسكري بالضرورة بالمعنى ده، لكن بمعنى انه منتمي للنظام القديم اللي مستمر بقاله 60 سنة. فده عنصر احباط ان القوى الجديدة، القوى اللي تولدت بعد الثورة ما نجحتش انها تتوحد وانها تقف ورا مرشح واحد يعبر عنها وتوصل بيه للمنافسة النهائية في الانتخابات الرئاسية. بدليل انه لما يبقى في طرف في المعادلة مفروض يقف، مش نقول حتى يقف يعني امام، يعني على الاقل يتحاور مع التيار الديني، فكان مش موجود على ارض الواقع الا النظام السابق يعني. بالظبط. الحقيقة هم وجهين لعملة واحدة، يعني بمعنى ما يعني التيارين النظام السابق والقوى الإسلام السياسي هم جزء من النظام القديم، جزء المعادلة القديمة. يعني انت لو رجعت ورا شوية المعادلة الأساسية. دكتور عماد معلش ممكن تغير اتجاهك، انت عارف الاتصالات. دكتور عماد معاك كده سامعني؟ كده سامعك كويس. طيب، فبقول لك يعني ان يعني المعارضه الاساسيه قبل الثوره كانت لتيارات الاسلام السياسي، فبمعنى ما المرشحين وجهين للنظام القديم، يعني النظام بمعارضته اللي كانت بتدخل معاه برضه في اتفاقات على اقتسام المقاعد في البرلمان الى اخره. لكن الجانب الاخر في الاحباط من التيار المدني او تيار الدوله المدنيه هو ما حققوا من نتائج ضعيفه في الانتخابات البرلمانيه اللي فاتت، وكل دي مؤشرات بتعكس عدم قدره هذا التيار طوال الاشهر التاليه للثوره على انه يوحد نفسه، انه يوجد لنفسه حزب او عده احزاب، مش بالضروره حزب واحد لانه تيار متنوع ومتعدد، لكن كتله من الاحزاب تتناغم مع بعضها علشان توصل لنسبه معقوله في البرلمان وتوصل لانتخابات الرئاسه. لكن في ايضا جانب اخر ايجابي، ان انت في الجوله الاولى من انتخابات الرئاسه المرشحين الاثنين اللي دخلوا جوله الاعاده لم يحصلا مجتمعان على ربع اصوات المجمع الانتخابي. يعني هما الاثنين واخدين اقل من نص الاصوات الصحيحه اللي حضرت، واللي حضروا اقل من نص المجمع الانتخابي، واللي ما راحوش جزء منهم عدم ذهابهم مش كسل ومش سلبيه، لكن موقف احباط من المرحله السابقه. طبعا انا ضد فكره موقف الاحباط، لكن في النهايه هي مؤشر. النهارده في الاعاده حتى الفائز بيفوز بنسبة ضئيلة جدا، يعني المؤشرات الأولية كلها بتبين ان الفارق بين الفائز ومن لم يفز هتكون نسبة غير مريحة، يعني على مش مرتاح، يعني مش نسبة محدودة جدا بالظبط. فمعنى ده ان اي من التيارين
لا يشكل أغلبية كاسحة ولا أغلبية حقيقية في المجتمع. مع طيب بس ده نظريا دكتور عماد يقول انه المكان محجوز، يعني مكان التيارات المدنية محجوز بالضبط. ولكن انتوا اللي ما بتجوش يعني لا ما هو خلاص، ما هي بص، هي انتخابات في الاخر. الاثنين الاعلى في المرحله الاولى هم اللي هيبقى المنافسه بينهم، والفروق كانت بسيطه كلها، يعني بين المتنافسين الفروق كلها نسبها بسيطه جدا، يعني الثلاثه الاوائل كلهم جايبين فوق ال 20%، فيعني الموضوع كله الفروق بسيطه. ثانيا انت حتى في هذه الجوله الفائز والذي لم يفز الاثنين واخدين كتله من اصوات ما تسميه بالتيار المدني، بمعنى ان في رأوا ان يصوتوا لصالح مرشح تيار الاسلام السياسي باعتباره ضد النظام القديم، وفي من رأوا ان يصوتوا لمرشح النظام القديم باعتباره ضد تيار الاسلام السياسي، وهم لا ينتموا لده ولا لده. يعني اللي كانوا بيقولوا هنعصر على نفسنا ليمونه ونصوت، يعني هم في الحالتين في فئه هنا راحت هنا وراحت هنا، هم تخيلوا، يعني هو حطوا كل مرشح من الاثنين مكان فتى احلامهم، يعني مش اكتر ولا اقل. بالظبط. وبعدين يعني انت في الاخر عندك تيار لو سيبك من قصه انه يطهر نفسه او ما يطهرش نفسه، يعني انا ضد فكره التطهير، بس على الاقل العناصر الحقيقيه فيه توحد نفسها وتتكتل من اجل ان يكون لها صوت مؤثر ووزن مؤثر في المرحله على الاقل، مش التطهير بمعناه يعني المفهوم، يعني انا مش بتكلم بمفهوم تطهير بمفهوم الستينات القرن الماضي، يعني او انا يعني مطلوب انه يعني التيار المدني في نوع من انواع كده الاحتكارات لفئه خلاص هي اللي معاها المفاتيح، يعني مفروض يبقى تتفتح الابواب في الاتجاهين، ويبقى تظهر عناصر اخرى. ايه الآلية انه ده يتم بشكل جيد بحيث تظهر عناصر اخرى، لانه انت عارف انه كان برضو يعني هم ضحايا او هذا التيار كان ضحية برضو من ضحايا النظام السابق، وكان فيه عناصر يعني مدسوسة ومحسوبة على المعارضة وعلى التيارات المدنية، وهي حضرتك عارف وانا عارف انه مش كده ولا كده. يعني مطلوب عشان كسب ثقة الناس والتواصل حتى مع الشارع ان يبقى في شيء حقيقي موجود، ان هذه القوى تبلور لنفسها رؤية وبرنامج يعبر عن مطالب الناس وعن مطالب الشارع بشكل حقيقي. احنا داخلين على معارك الحقيقة في رأيي انها ممكن لا تقل ان لم تزد عن معركة الرئاسة والبرلمان، خاصة ان التيار الاسلامي لو خلاص بقى ظاهر في النور وهيحكم، هيبقى عنده اعتقد هيتساقط منه يعني حاجات محتاجة حد يبقى موجود في الساحة بقى عشان يجمع، لانه هيخسر، لانه اللي بيمارس العمل حضرتك انت عارف او بيمارس ادارة الامور بيخسر. بالظبط، وده واضح جدا ما بين انتخابات البرلمان وانتخابات الرئاسة، تراجع نسبة التأييد، يعني ده للتيار الاسلامي السياسي. طب على الاقل في الفتره القصيره القادمه تفتكر اللي هيقع في حجر مين لو جاز التعبير؟ يعني في الفتره اللي جايه، واحنا عارفين انه الاجواء الى حد كبير جدا ملغمه، يعني لو اتكلمنا عن محمد مرسي لو اعلن فوزه، وفي الفترات القادمه انا كلنا نتخيل انه هيبقى برضه في اكيد في اطراف كتير غير راضيه عن الاداء. لو اللي هيقع ده هيقع مين اللي موجود دلوقتي وتقدر خلينا نتمنى انه ايا كان الفائز يستوعب المعادله ويتعامل بحكمه مع اللحظة السياسية. يعني ده ما نتمناه، ان احنا ندخل لمرحلة تتعاون فيها كل القوى لبناء مصر جديدة مختلفة ايا كان الفائز. وفي كل الاحوال انا اللي بتصوره ان على القوى المدافع عن الدولة المدنية الديمقراطية، التيار اللي ضد تدين المجتمع او عسكرته تدينه بمعنى فرض الدولة الدينية الديمقراطية او فرض الدولة العسكرية، انه يوحد جهوده، ينظم قواه. والنهارده من حسن الحظ ان بقى عندنا يعني قانون احزاب بيسمح للقوى السياسية انها تتواجد في الساحة، غير عدد من الاحزاب الجديدة اللي نشأت ممكن الناس تندرج تحتها، ويحددوا رؤية وبرنامج يشتغلوا عليه في وسط الناس. طب احنا عاوزين ايه من الدستور الجديد؟
الجديد. يعني قبل الدستور الجديد، ملاحظه دكتور عماد ابو غازي، انه زي ما حصلت حاله الاستقطاب في انتخابات الرئاسه، تكاد تكون هي صوره طبق الاصل، وهي ان اما النظام القديم واما التيار الاسلامي، كمان برضو في الدستور اما لجنه الدستور او تاسيسيه الدستور اللي خدت فرصه مرتين، وهي برضو يعني تاسيسيه يصبغ عليها صبغه اسلاميه، واما المجلس العسكري يضع الدستور. يعني دايما احنا محطوطين في اطار اما واما. لا، المجلس العسكري ما طرحش انه بيضع الدستور، يعني اختيار لجنه من المجلس العسكري وتكليف. اختيار لجنه، النص واضح جدا في الاعلان المكمل، لجنه تعبر عن كل اطياف المجتمع بمقياس. هنا انا بتصور، يعني انا ما اعرفش، يعني لو اتكلمنا بعيدا عن النظريات، لما اتكلمني بمقياسي انا الشخصيه، واعرف ان اللي بيجري هذه التحركات دلوقتي السيد مصطفى بكري والدكتور يحيى الجمل، مع كامل الاحترام لكل الاطراف، يعني قول لي ايه المقياس؟ يعني مش هضيف اكتر من كده. ايه المقياس؟ انا بتصور ان المقياس يكون معيار موضوعي، بمعنى ان هذه اللجنة تضم عدد كذا من اساتذة القانون، عدد كذا من ممثلي النقابات، عدد كذا من الهيئات القضائية، عدد كذا من المؤسسات الدينية، عدد كذا من الاحزاب السياسية التي كانت ممثلة في البرلمان اللي تم حله، ويتم، لان حتى لو كان قانون الانتخابات ابطل من الناحية الدستورية، لكن في النهاية كان في تعبير عن إرادة في لحظة من اللحظات عند الشارع السياسي، وإن كل قوة هي اللي بتختار ممثليها. ده اللي بتصوره، ده الحقيقة المشروع اللي كان مطروح من المجلس الأعلى في مرحلة سابقة في الصيف الماضي، واللي كان مطروح في الوثيقة اللي كان طرحها الدكتور علي السلمي، واللي تمت مناقشات واسعة حواليها، إن فكرة نسب، وهذه النسب كل هيئة بترشح أو بتختار من يمثلها في الجمعية التأسيسية. تتصور انه ده ممكن يبقى معيار موضوعي بالمعنى ده، وممكن التوافق بين كل القوى والتيارات والاتجاهات على الخروج من هذا الوضع بسياق الدستور يعبر عن توافق الجميع، لأن الدستور ما ينفعش يكون دستور للأغلبية. يعني الحكومة تبقى حكومة للأغلبية، المجلس التشريعي يبقى مجلس للأغلبية وبيشرع وفقا لرؤية الأغلبية في إطار القيد الدستوري، لكن الدستور لابد أن يعبر عن توافق المجتمع كله، لأن الدستور مش مفترض أنه يتغير مع كل انتخابات برلمانية، ومش مفترض أن أنا أرجع تاني الوضع دساتير تمنع تداول السلطة. لأنه هو ده المفتاح، ده مفتاح الأمان للحالة كلها، بالضبط. اللي هي تخلي الناس تشعر بقى بالاطمئنان، تيار إسلامي، تيار مدني. وبعدين طبعا اللي بيرددوا إن أصل ما هو في معرفش كام دولة في العالم دساتيرها حطها برلمانات، ما احنا هنعمل بقى زي النظام السابق لما كان يعمل قانون استثنائي، فيقول لك ده معرفش في قانون دولة ايه في المحيط الهادي عندهم، يعني يختار الأسوأ ويمثل بيه. امثالنا هم اللي بيغيروا الدساتير والحاجات دي. فهي عموما الدساتير الكبرى في العالم وضعتها جمعيات تأسيسية، وضعتها يعني ثورات، يعني الدستور الفرنسي، الدستور الامريكي، الدستور الانجليزي، يعني نتاج حركات واسعة في المجتمع ونتاج توافق في المجتمع كله، مش فرض أغلبية على الأقل. كمثقف مصري، شايف الخطوة الأولى اللي ممكن ينزل الرئيس أيا كان، وإن كان هو الأقرب دلوقتي محمد مرسي، وإحنا بنتكلم قبل الإعلان الرسمي للنتائج، الخطوة اللي يعني الأولى اللي مفروض إن هو يحطها قدام عينيه وهو يعني داخل قصر الرئاسة، وإيه الخطوات الأولى اللي ممكن تبقى يعني شوية إلى حد كبير جدا تخلينا ناخد خطوات لقدام كرئيس لمصر في حدود اختصاصاته اللي أنت عارفها؟ طبعا أنا رأيي إن أول حاجة الإعلان الواضح عن التوافق مع الجميع، من أيدوه ومن عرضوه، وانه يبقى عارف ومدرك ان من اتى به هم ربع المجمع الانتخابي، يزيد يعني عدد يزيد قليلا عن ربع المجمع الانتخابي، وبالتالي هو مطلوب منه انه يمد ايده للتوافق مع كل القوى والتيارات، وان تكون
هذه المرحلة الانتقالية في تاريخ مصر هي مرحلة توافقية، أن يؤكد على احترامه لفكرة التداول السلمي للسلطة، أن يؤكد على احترامه لحقوق الإنسان ولمبادئ الحريات، سواء الحريات السياسية أو الحريات الشخصية والخاصة، وهي مبادئ واضحة مش محتاجة مناقشة، هي مبادئ ومواثيق دولية متعارف عليها، ويعني مش مقبول ان حد يقول ان دي حاجات اصلها غريبة عن مجتمعنا او غربية او لا. الاعلان العالمي لحقوق الانسان مصر مشاركة في صياغته ووضعه، واحد ابرز فقهاء القانون والمفكرين المصريين اللي هو الدكتور محمود عزمي شارك في صياغة الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وهو نتاج التراث الانساني العالمي كله في مبادئ وقيم لا تختلف من مجتمع لمجتمع، ومش هنقبل بمنطق الخصوصية الثقافية ان احنا نهدر حقوق او حريات اساسية للناس، وفكرة وصاية فئة او وصاية الدولة على الافراد وعلى حرياتهم وعلى حقوقهم، اعتقد انها ما بقتش مقبولة بعد الثورة. اذا كنا عانينا منها طول ال60 سنة اللي فاتت من نظام باشكال مختلفة، مش مستعدين نعاني منها لا من بقايا النظام القديم ولا من نظام جديد بيعبر عن اتجاه تاني. وفي الاخر الشعب هو هيحمي حرياته او هيفرط فيها يعني، ولو فرط فيها يبقى نستاهل يعني الاجراء. دكتور عماد ابو غازي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، كنت معانا على الطريق الرئيسي.